السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم مرخمه بريستيج، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وراها كتجي غزاله لا في المذاق ولا في المنظر، كتجي زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم، وإلا عجباتكم ما تنساوش تابوناو عندي وديروا جيم، وشكرا لكم بزاف. بالنسبه للمقادير، غدا عندنا هنايا كاوكاو غليظ وكاوكاو رقيق. بالنسبه للكاوكاو غليظ جبته بلا قشره وحمرته في الفران، وكاوكاو رقيق كان عندي فيه القشره وحمرته. من بعد ما حمرته وحيت منه القشره وهذا هو الشكل ديالو. هنايا من بعد ما قلت لكم حمرت الكاوكاو راه طحنته، درته في الهاشوار وهاشيته. المهم ما يتهاشاش بزاف، غير شويه يجي يبقى شويه فيه دوك الحبيبات. مش منيتي هذا تيجينا فيه الحبيبات، ملي تنجيو نعضو تيجينا لك القرماشه. بالنسبه للكاوكاو بعد ما درتو في هاشوار، انا جبتو هنا قدامكم كما كتشوفوا. دابا درت ليه كندير العسل قدامكم. انا درت 3 ديال المغرفات ديال العسل. غنبقى كندير القياس عيني ميزاني، وانا سنعبر بالمغرفه. المغرفه راها كبيره ماشي صغيره. المغرفه راهي تتبان صغيره ولكن هي في الواقع المغرفه كبيره. درت دابا 3 ديال المغرفات، غنبقى كنزيد قدامكم حتى الاخر وتعرفوا شحال من مغرفه هزات ليا. وغنبقى كنخلط ونشوف عيني ميزاني. هذه 4 وغنزيد الخامسه، وثاني نخلط داك الخليط مزيان. تيتجمع لينا الخليط مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. ملي غنخلطو غنبقى نمعكو بيدي بحال التخليطه ديال السفوف بحال هكاك، باش يتعلك لينا، باش يجينا معلك. بقى تنخلطو مزيان باش يشتك التعليكه ديالو بحال هكا كما كتشوفوا. انا بعد ما جمعته هانتوما، المهم القياس اللي بقى يتجمع لينا، والقياس اللي هز لينا ديال المغارف هز لينا 5 ديال المغرفات. هادشي اللي هز لينا 5 ديال المغرفات اللي هز ليا. هانتوما شفتوا كيفاش كنكورها كتكور معايا، يعني ماشي مني نبدا نكورها تبدا تفرتت ليا. شفتوا كيفاش جات. اما بالنسبه للكاوكاو، شحال كان عندي ديال الكاوكاو؟ بالنسبه للرقيق انا راه خديت نص كيلو ديال الرقيق، وكاوكاو الغليظ راه كان عندي كيلو الا ربع ديال الكاوكاو الغليظ، وبجوج بهم حمرتهم. المهم هنايا بعد ما صيبنا كاوكاو ديالنا، جبنا المول فاش غادا نديرو الكاوكاو. درت شويه ديال الشكلاط كيف ما كتلاحظوا. من بعد غادي نولي كندير دوك الكوارث ديال الكاوكاو. هانتوما شفتوا راه كيجينا مجموع كيتجمع لينا. ملي كنبقاو نجمعوه بين يدينا كيتجمع لينا. غتبقاو تضيفوا نتوما العسل على القياس. دابا انا عندي بالنسبه لنص كيلو ديال الكاوكاو رقيق وكيلو الا ربع ديال كاوكاو غليظ. نتوما القياس غديروا قياسكم، اما غديروا كيلو اما خلطوا. بغيتوا تخلطوا ما بين رقيق وغليظ غتخلطوا، بغيتوا ديروا غير رقيق ديروه، بغيتوا ديروا غير غليظ غديروه. ما كاينش الفرق، ماشي مشكل، بحال بحال. المهم كيف ما كتشوفوا بحال هكا. انا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو ممل. كيف ما كتشوفوا بحال هكا كنبقى ندير دوك الكويرات وتنصايب عليهم. راه تيطلع عليهم ديال شويه ديال الشكلاط، ولكن واخا هكاك غنزيد الشكلاط من الفوق. غنزيد غير شويه، هانتوما غتشوفوا غنبقى كنزيد غير شويه بالمعلقه باش مي هذا ما يجيناش معجن من فوق بزاف. كندير غير شويه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. بالنسبه انا علاش زدت كاوكاو رقيق. الكاوكاو رقيق فيه واحد البنه زوينه، يعني بالنسبه اللي بغى يزيد داك الكاوكاو رقيق يزيدو، بالنسبه اللي بغى يدير غير كاوكاو غليظ ماشي مشكل، بالنسبه اللي بغى يديرو كامل كاوكاو رقيق حتى هو ماشي مشكل. نتوما على حسب الاختيار ديالكم.
مهم بجوج بهم كديروا لهم نفس الطريقه تيتحمروا في الفران. كاوكاو رقيق تتاخديه تتحمريه في الفران، بعد ما تتحمريه تشديه تتقي تفركيه باش تطر منه قشرته وتتنفضيه. الاخر غير تتحمريه عادي وصافي وتيتطحن. كيف ما شفتوا انا ندير الشكلاط كما كتلاحظوا معايا. هنا غادي نديرها من فوق ديك القطعه وتندخلها للثلاجه، الكونجيلاتور ماشي الثلاجه، ندخلها الكونجيلاتور باش يجمد ليا داك الشكلاط دغيا دغيا باش نخرجوا. بالنسبه الا كنتو مزروبين عندكم كميه كبيره، درتها فوق ديك القطعه باش يصلح لي نديرها في الكونجيلاتور. ما تتملي لها هكا ولا هكا باش الشكلاط كيبقى راسي بلاصتو ما كيميلش زعما. كيف ما شفتوا كنديموا ليها مقلوبه باش كيجيوني ساهل، باش كيجيني ساهل نديموا ليها. ملي تديموا ليها بالقلوب زعما على وجهها، ملي تبغيو ديموا ليها داك الشكلاط تيبقى حاصل لكم في المول. كيف ما شفتوا هكا كتجي. راه كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه بالنسبه للناس اللي تعجبهم كاوكاو، راه تجي بنينه بزاف بزاف. وجربوها انا متاكده غادا تعجبكم ان شاء الله. كيف ما شفتوا كتجي غزاله صراحه، لا في المذاق ولا في المنظر. نتوما غتتابعوا معايا وغتشوفوا المنظر كيفاش هو كيجي زوين. هانتوما كيف ما قلت لكم راه تنديموا ليها بالمقلوب، تنقلب المول وتنبقى نديموا لي باش كتجيني ساهله. ملي نديموا ليها وهي زعما وجهها من الفوق تيبقى الشكلاط تيلصق ليا في المول، ما كتخرجش كامله وكتخسر لينا. داكشي علاش كنديموا ليها بالمقلوب وكتخرج دغيا دغيا. المهم كيف ما شفتوا بالنسبه لي انا درت كميه كبيره. وريت لكم غير بعض اللقطات. كما شفتوا معايا وراه كتجي غزاله بزاف، انا متاكده غادا تعجبكم. راه درت منها حتى زعما بشكلاط كحل وبشكلاط بيض. شفتوا كيفاش كتجي غزاله. شوفوا ملي تنقطع على جوج كيفاش كيجي داك الكاوكاو في الوسط والشكلاط عاوتاني من الفوق، تجي رائعه بزاف بزاف. بالنسبه لهنا عندي ديك التعليقه اللي باش تنلصق الصابلي، هي اللي درتها دابا هي في هاد الرخامه. بالنسبه للتعليقه ارجعوا عندي الفيديو، راني حاطه الفيديو ديالها في القناه ديالي، رجعوا وشوفوا الطريقه ديالها. راه طريقتها هي سهله ومبسطه وغتعجبكم ان شاء الله باذن الله. ومهم هي باش كنصايب باش كنلصق الصابلي وتنصايبها فحال هكا في الرخامه، وكنصايبها في بزاف ديال الحلويات ماشي غير حلوه وحده ولا، يعني كتحتاج بزاف بزاف. شفتوا كي كتجي غزاله، كتجي عطيه واحد اللمعه زوينه. بالنسبه لهنا الشكلاط كذلك حتى هو كندوبو في حمام مائي وكنديرو في بلاستيك. بالنسبه انا راه درتو بلاستيك خاص بالشكلاط، اللي ما عندوش بلاستيك خاص بالشكلاط عادي يديرو حتى بلاستيك عادي ويتقبو غير واحد شويه باش ما يتخرجش ليه بزاف ويبقى يخطط دوك الخطوط. من بعد جبت هذا العقيق هذا وكنزين به، كندير جوج عقيقات بالنسبه هذوك اضافه وصافي. اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش يضيفها بلاش. هي اصلا كتجي زوينه بلا ديك الاضافه. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وإلا كانت الفيديوهات ديالي كيعجبوكم ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه. وشكرا لكم بزاف على المسانده والمتابعه ديالكم ولي جيم، وشكرا بزاف. والسلام عليكم.